السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم فكرة مشروع نسائي من أروع ما يكون. مشروع يخلي إبداعك يخدمك ويخلي دارك تتحول لمصدر دخل. مشروع ديكور منزلي يدوي سهل مربح وتقدري تدخلي فيه من أضعف الإمكانيات. وش هو هذا المشروع بالضبط؟ هو مشروع يدوي فيه نخدموا قطع ديكور فريدة ومطلوبة بزاف في السوق، كيما الطابلوات المكتوبة بخط عربي، ولا إطارات محطوطة في الصالونات، ولا مراية بإطار ديكور، ولا شمع عطري مزين، وحتى فناجين مرسومة يدويا. واش نحتاج باش نبدأ؟ أدوات بسيطة: كرتون، خشب، الMDF، غراء، فرشات، صباغة، خرز وخيوط. الأفكار تاخديها من بنترست ولا اليوتيوب. ركن صغير في الدار تخدمي فيه، تليفون فيه كاميرا مليحة باش تصوري خدمتك. واش تقدري تخدمي؟ طابلوات بالخط العربي مع الزخرفة، كادرات مطرزة بالكروشي ولا بالخيط الذهبي، شمع معطر مع ورود مجففة، فناجين مزينة برسومات وأسماء، مراية بإطار مزين كما الحبل ولا قطع المرايا الصغيرة، صواني تقديم فيها لمسة فنية. وشحال تقدري تبيعي القطعة؟ طابلو صغير تبيعيه ب250 ألف، كادر مطروز تبيعيه 300 ألف، شمع عطري تبيعيه 80 ألف الوحدة، فنجان اللي يكون مرسوم تبيعيه ب100 ألف، الطابلو الكبير تبيعيه حتى ل700 ألف. تخيلي تبيعي 10 قطع في الشهر، تربحي ما بين 3 ملايين حتى ل7 ملايين وانتي غير في دارك. كيفاش تسوقي المشروع؟ صوري كل قطعة بطريقة فنية، ديري صفحة في الانستغرام ولا فيسبوك، شاركي في المجموعات النسائية، ديري مسابقات بسيطة باش تجيبي تفاعل، قدمي خدمة التخصيص مثلا اسم، تاريخ، دعاء، نصائح اللي تخليك تباني محترفة. خلي اللمسة تاعك الخاصة في كل قطعة، ركزي على التغليف النظيف والراقي، ديري كارت صغيرة فيها الشعار تاعك ولا عبارة مليحة مثلا ديكورك على ذوقك. كوني دقيقة في المواعيد وما تغلطيش في الطلبات. كيفاش تطوري مشروعك؟ تفتحي صفحة إلكترونية بسيطة، تشاركي يعني في صالونات ومعارض نسوية، تعملي دورات صغيرة باش تعلمي البنات، تخدمي باكيجات مناسبات كما عيد، كما اسبوع، عرس، رمضان. الخدمة اليدوية راهي كنز وراهي مطلوبة في الجزائر. الناس تحب اللمسة الفنية حتى لو كانت بداية صغيرة، مع الوقت تولي ماركة وتقدري توسعي وتولي عندك ورشة وما تقعديش تقولي ما نعرفش. جربي، تعلمي وكوني فخورة بالحرفة تاعك. انا شخصيا نعرف وحده من العاصمه كانت غير تقطع الورق وتخدم طابلوات بكلمات تحفيزيه وتبيعهم 200 الف في المعارض. كي الناس بدات تعجبها خدمتها ولات تجيب طلبات من وهران، من باتنا وحتى من فرنسا. خدمت لروحها ماركه وصنعت اسمها، كلش بفضل الابداع والاصرار. البدايه تاعها كانت غير طاوله مطبخ، واليوم عندها ركن خاص في دارها، ولادها يعاونوها وراجلها يفتخر بها. وشكون البنات اللي يقدروا ينجحوا في هذا المشروع؟ اللي تحب التفاصيل واللمسه الفنيه، اللي صبوره وعندها روح التجربه، اللي تحب تزين وتفرح الغير، واللي ما عندهاش راس مال كبير بصح عندها قلب كبير. الربح يجي ويروح بصح الحرفه هي اللي تبقى. كوني فنانه في دارك وخلي ديكورك يحكي قصتك. ماشي كل مشروع يحتاج يعني رخصه ومحل، كاين مشاريع تحتاج غير روحك الحلوه وصبرك. كل قطعه تخدميها بيدك راهي قيمه، راهي فخر، راهي رزق مكتوب ليك. ما تنسوش البنات، هذا النوع من المشاريع راهو يزيد يطلع كل يوم. اللي تبدا اليوم تربح غدوه، واللي تبقى تتفرج راها تضيع فرص على روحها. هكذا البنات، كنت حابه نقول لكم باللي المشروع هذا ما يحتاج لا شهاده لا راس مال كبير لا علاقات، غير قلبك وحبك للحرفه. ما تستناش الفرصه، خلي الفرصه تخرج من يديك. ديكور بسيط تخرجيه من يدك يقدر يبدل حياتك كامله. اليوم تبداي بكادر صغير، غدوه تولي عندك ورشه. المهم تكوني انتي امنتي بروحك. راكي في قناه حرفه ونجاح، وين نخدموا على الطموح خطوه بخطوه ومن دارنا. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو،
يمكن وحدة محتاجة هذه الكلمة وتكون سبب في رزقها. ربي يوفقكم كامل، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وسلام.